في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، وبناء على معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمورة، مفادها تواجد شخصان يقومان بالتنقيب عن الذهب بدون رخصة على الفور. تم التنقل إلى عين المكان حيث تم توقيفهما، وبعد تفتيشهما وتفتيش السيارة السياحية تم العثور على مبلغ مالي معتبر يقدر ب 250 مليون سنتيم، 3 أوراق بها طلاسم، 5 أكياس بها أعشاب، قنينة عسل، مطرقة حديدية، قطعة معدنية سوداء اللون تستعمل لتمييز الذهب. بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم التنقل إلى ولاية مجاورة حيث تم توقيف الشخص الثالث وحجز جهازي إعلام آلي يستعملان في إرسال صور للأقمار الصناعية لتحديد أماكن تواجد الذهب. المشتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.